السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء أنوار، مساء سكيكا، مساء سيكادا، مساء محبي كرة القدم ومحبي وعشاق فريق القلب، فريق شبيبة سكيكا. ألف مليون تريليون مبروك اليوم الصعود لهذا الفريق. نعم، من القسمية الوطنية الثالثة رابطة ما بين الجهاد الشرق إلى القسمية الوطني الثاني، ولما لا إن شاء الله القسم الوطني الأول في الموسم القادم. فريق شبيبة سكيكا اليوم صعد بعد موسم كبير، بعد اجتهاد من طرف اللاعبين ومن طرف طاقم الإدارة، وخاصة شكر كبير لجمهور شبيبة سكيكا الذي هو من بداية الموسم إلى آخره إلى اليوم وهو يتواجد في الملاعب وهو يناصر شبيبة سكيكا بكل الوسائل. نعم، بكل الوسائل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الملعب، حتى اللي راهم بعاد يتابعوا في فريق شبيبة سكيكا ويسالوا عن نتائج الشاو ويشجعوه ايضا. لا ننسى نقطة مهمة جدا، وهو أن الصعود قد تحقق في المباراة الماضية ضد فريق ترجي كالما. فريق ترجي كالما الذي تأسس سنة 1926، فريق عبد الملك الزيايا وأمير سعيود وفريد غازي، هذو كلهم لاعبين دوليين، والكثير من اللاعبين سيريدي حتى السبعينات الى اخره. وشكر خاص لجمهور ترجي كالما واداره ترجي كالما على الروح الرياضيه التي استقبلوا بها فريق شبيبة سكيكا. اليوم نعم تحقق الصعود، قلت، ونوه الى نقطه ايضا، اهم نقطه في هذا الفيديو، هي انه يجب البدء في التحضير بعد نهايه الاحتفال المرجان، لانه الموسم القادم سوف يكون موسم صعب جدا. ولا ننسى انه فيه 10 فرق راح يسقطوا من القسم الوطني الثاني. يعني القسم الوطني الثاني مقسم الى وسط شرق ووسط غرب، يسقطوا 10 ويبقاو 6. لما نجمعهم يوليو 12 فرق مع 6 فرق اللي يطلعوا من القسم الوطني الثالث اللي يوجد 18 فرق. هذه مبدئيا. الى غايه تاكيد المعلومات سوف اعود لكم ان شاء الله قبل بداية الموسم بفيديو لتوضيح هذه النقطة المهمة جدا. 1000 مليون كريم مبروك مرة أخرى الصعود لفريق شبيبة سكيكا، وتحية خاصة من محب فريق شبيبة سكيكا ومعلق شبيبة سكيكا أسامة بولعفايس. فورزا لا يوفي، فورزا بلا حدود، فورزا شبيبة سكيكا. سلام.